حامد حمدان. طب صلي على النبي كده في التعليقات بالله عليك ولايك وشارك الكلمتين دول بعد اذنك. يعني 10 ايام النهارده بنسمع صياح ونواح وولوله وصريخ من اداريين نادي الزمالك واداره نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك في تصريحات رسميه. يعني ايمن عبد العزيز عبد المنصف مع مهيب عبد الهادي وغيرهم، اسامه حسن مع مجدي عبد الغني، وسوشيال ميديا والزملكاويه قلبين الدنيا. النادي الاهلي الحقونا معطل صفقه حامد حمدان. استحملناكوا 10 ايام النهارده في بوستات اتكتبت وتشبه النادي الاهلي بالكيان. في تصريحات اتقالت وان النادي الاهلي في الصفقه والاهلي ولا جه ناحيه الصفقه خالص، والنادي الاهلي هو اللي بيعطل. وطبعا ماشيين مع عقولكوا دي ومشفقين عليها يعني. طب ايه رايك بقى في بيراميدز اللي مخزوقك؟ قدم عرض رسمي للاعب حامد حمدان والنادي بتروجيت. مفيش دكر طلع واتكلم ولا في دكر هيطلع وهيتكلم. ما هو بيراميدز اللي اخد مكانك في دوري الابطال 3 سنين على التوالي وانت بتروح كونفدراليه. ما هو بيراميدز اللي اخد مكانك في الدوري رقم 2 وانت بقيت تالت رابع، مش مشكله. ما هو بيراميدز اللي جماهير نادي الزمالك بتروح بوجبه تشجعه في نهائي دوري ابطال افريقيا وتشجعه ضد الاهلي، وده حصل. بيراميدز اللي اخد مكانك في كل حاجه. ايه يعني ما جاتش على صفقه يا سيدي؟ مفيش دكر طلع يتكلم ولا دكر هيتكلم. يعني عبد المنصف اللي ما خلصناش منه طول الاسبوع، وايمن تكتيك ايمن عبد العزيز وغيره 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 واعلام وسوشيال وطول 10 ايام يا جدعان. 10 ايام النهارده بالتمام والكمال عاملين ثوره ان النادي الاهلي بيعطل صفقات نادي الزمالك ومعطل انتقال حامد حمدان من بتروجيت للنادي الزمالك. اقسم بالله العظيم جمهور واداره ونادي مغيب. اقسم بالله مغيبين. هل حد هيطلع يتكلم؟ هل حد هيطلع يهاجم بيراميدز انه بيعطل عليك اللي جماهيرك بتشجعه بوجبه، اللي اخد مكانك وبقيت انت الكومبارس بتاعه؟